المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، سيلها بالعناوين. استعدادات واسعة للزراعة الشتوية في جندع. تنمية الخضروات في إقليم جنوب البحر الأحمر. مبادرات لتنمية بنك الدم في القاش بركة. عملية عسكرية مغربية في الصحراء الغربية والبوليساريو ترد. ترامب يوقع مرسوما ويفتح جبهة جديدة ضد الصين. وقتلى من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن سكان ضاحيتي عتشومة ودماس يقومون باستعدادات موسعة لزراعة الأمطار الشتوية، ويعمل السكان عبر التأطر في مجموعات عمل بصيانة المجاري التحويلية والحواجز المائية لري المزارع. وأوضح مدير ضاحية عتشومة سيد محمد آدم إن أعمال النفير تشمل بناء المدرجات والحواجز المائية وحماية التربة وحفظ المياه وتمهيد الأراضي الزراعية وإصلاح مساقط المياه. ويقوم سكان دماس من جانبهم بصيانة طريق عدعنقري البالغ طوله 8 كيلومترات. وقال مدير ضاحية دماس السيد تلك صالح إن الطريق مهم لتجميع القرى وإرسال الخدمات الاجتماعية الأساسية، مشيدا بالدعم الآلي المقدم بتعاون إدارة مديرية جندع وشركة قدم للإنشاءات. قال مسؤول تنمية النباتات في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد محمد عبد الرحمن إن أنشطة التوسع لتنمية الخضروات لسد حاجة السكان تحقق نتائج مرضية. وأوضح وجود 220 مزارعا ينمون الخضروات والفواكه، وإن الدعم الذي يحصلون عليه بالأدوات الزراعية والبذور يسهم في رفع إنتاجهم. وأشار إلى ارتفاع إنتاج الخضروات لتوسع تنمية البساتين، حيث تم هذه السنة إنتاج 5500 كنتال من الخضروات التي تعتبر نقطة تحول زراعية. وذكر المزارعون بجهدهم ودعم وزارة الزراعة نحو ادعاء عدم ملائمة الإقليم للتنمية الزراعية. يشهد إقليم القاش بركة مبادرات التبرع الطوعي بالدم لتنمية محتوى بنك الدم، وفي هذا الإطار تبرع أعضاء الشرطة في الإقليم ومديرية بارنتو ب 42 كيسا من الدم. وأوضح رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في إقليم القاش بركة السيد قبر مسقل مبايه إن أنشطة التوعية التي قامت بها الجمعية منذ تأسيسها بأهمية التبرع الطوعي بالدم ساهم في تخفيض النقص في المؤسسات الصحية. ودعا للدفع بعملية التبرع الطوعي بالدم الإنسانية لعدم تكافؤ الطلب والمقدم، مشيرا إلى وجود برنامج لتبرع أعضاء المؤسسات الحكومية في مختلف مناطق الإقليم والطلاب كل 3 أشهر بطريقة منتظمة. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ونعود لمواصلة الأخبار. أعلن وزير الخارجية الصحراوي أن قوات جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة بالبوليساريو المدعوم من الجزائر ترد على الجيش المغربي الذي أعلن إطلاق عملية عسكرية في الصحراء الغربية في منطقة الكركرات العازلة قرب موريتانيا. وكان المغرب أعلن سابقا إنه أطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا من أجل إعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة، مدينا استفزازات جبهة البوليساريو. وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن هذه العملية تأتي بعد عرقلة أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بوليساريو منذ 21 من أكتوبر الطريق الذي تمر منه خصوصا شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما
يقضي بمنع مواطنيه من الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأمريكية بدعم النشاطات العسكرية لبكين. وأوضح ترامب في مرسوم أن هذا الحظر سيسري ابتداء من 11 من يناير المقبل، قبل 9 أيام من مغادرته البيت الأبيض ووصول سلفه جو بايدن. وسيكون أمام الأمريكيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية أخرى في مجموعات مستهدفة مهلة تمتد حتى نوفمبر 2021 من أجل التصرف فيها. ويأتي هذا الإعلام في إطار أحدث هجوم لإدارة ترامب من أجل مواجهة القوى المتنامية لبكين المصممة على التنافس مع واشنطن على الساحة العالمية على كل الجبهات تقريبا. ويؤكد ترامب في هذا المرسوم أن الصين تستغل بشكل متزايد رؤوس أموال الولايات المتحدة من أجل إتاحة تطوير وتحديث أنشطتها العسكرية وأجهزة المخابرات وأنظمة أمن أخرى، مما يسمح لها بأن تهدد مباشرة الولايات المتحدة والقوات الأمريكية المتمركزة في الخارج. أفادت مصادر لقناة طلوع نيوز الأفغانية بمقتل 12 فردا من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 11 آخرين في هجوم شنته حركة طالبان على قاعدة بلحصار العسكرية بإقليم قندوز الواقع شمالي البلاد. وأضافت المصادر أن القاعدة العسكرية التي تعد قاعدة رئيسية في الإقليم سقطت لبضعة ساعات في أيدي طالبان، ولكن القوات الأمنية الأفغانية استعادت السيطرة عليها، مشيرة إلى أن 10 عناصر على الأقل من حركة طالبان قتلوا أو أصيبوا جراء الهجوم. في غضون ذلك لقي فردان من رجال الشرطة الأفغانية مصرعهما، وأصيب آخران إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في مركبتهما أثناء توجههما إلى القاعدة العسكرية لمساعدة القوات الأمنية هناك. يشار إلى أن أعمال العنف في أفغانستان لا تزال مرتفعة خلال الأسابيع الماضية بالرغم من جهود بدء مفاوضات السلام. قالت الشرطة إن عدد الوفيات في الفلبين بسبب الإعصار فامكو ارتفع إلى 40، وذلك بعدما ضربت العاصفة العاصمة مانيلا وأقاليم قريبة برياح قوية وأمطار غزيرة، وهو ما ألحق أضرارا بعشرات الآلاف من المنازل. وخلف الإعصار فامكو أيضا 14 مفقودا و25 مصابا بعدما شق طريقه عبر جزيرة لوزون الرئيسية على مدى الأيام القليلة الماضية، وفق ما أظهرته بيانات الشرطة. وتتحقق وكالة مواجهة الكوارث في البلاد من عدد القتلى والمصابين. وأظهرت لقطات جوية جديدة مشهد الفيضانات وهي تجتاح الفلبين والعاصمة مانيلا بسبب إعصار فامكو الذي يضرب البلاد. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإذاعية. شكرا لكم.